الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى بعدما ننتهي من هذه الحلقة القصيرة سنخرج جماعة ونأخذ سيارة جماعة ونذهب إلى المكان الذي اتفقنا عليه. لكن قبل أن نذهب أريد كلمة بسيطة لوجه الله سبحانه وتعالى. هذه الكلمة البسيطة موجه أولا وقبل كل شيء إلى كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: واتقوا الله ويعلمكم الله. العلم ليس شهادات، لا، الشهادات هذه ميزة. ما معنى ميزة؟ يعني أنت تخرج وتعمل في مزرعة وتحرس وتتعب ليل ونهار، وفي آخر المطاف الذي اشتغلت عنده يعطيك ورقة يكتب عليها: والله فلان جاء عندي وزرع هنا ووضع هنا شجر، وكان يأتي في الصباح ولا يأتي في المساء، ولا هو يغدو من الفجر ولا يرجع إلا بعد غروب الشمس. هذه هي الشهادة. هذه الشهادة أول من أعطيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها للصحابة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول، ثم الصحابة، ثم التابعين، وإلى أن وصل إلى يومنا الذي وصلنا. هذه هي التي كانت الشهادة عندما كانت الأمة الإسلامية إسلامية. لا يطلب الإنسان العلم. هذه الشهادات لا تنفع ولا تضر إن لم تكن تعمل. أنت تعمل وتتعب، سواء وجدت هذه الشهادة كفى بالله شهيدا، لم تجدها كفى بالله شهيدا. الذي يعلم ما معنى الشهادة لا يبحث عنها وإنما يعمل، صح ولا خطأ؟ لكن إذا كنت لا تدري ما معنى الشهادة قد تجد إنسانا كل شغل أن يجمع الشهادات وهو لا يعمل، لا يقرأ صباحا ولا نهارا ولا بالليل، ومع ذلك كل همه أن يجمع الشهادات. هذه اسمها شهادات الزور. لأن الآن أصبح كل من هب ودب شهادات. يقرأ عليك الكتاب في يومين ويأخذ منك شهادة، يقرأ عليك الدرس في ساعة اكتب لي شهادة. ما هذا اللعب واللهو؟ شهادة على ماذا؟ شهادة يعني شهادة تشهد بأنك اشتغلت وحصلت وأصبحت وحصل وحصل وحصل. طيب، إذا عرفنا ما معنى الشهادة. الآية التي في سورة البقرة ماذا تقول الآية؟ الآية التي ذكر فيها: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن أمة محمد هم الذين سيشهدون لبقية الأمم يوم القيامة. كل الأنبياء، مثلا يأتي نبي الله نوح ليس له أتباع، من الذين سيشهدون له؟ أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. باختصار عرفنا ما معنى الشهادة، وهي شيء قيم جدا، شيء مهم جدا في حياة الإنسان، لكن لابد أن يسبقها عمل. تعمل أولا ثم تأخذ الشهادة. أما الذي يجمع الشهادات ولا يتعلم فإنه يغر نفسه ويضر نفسه، بدليل أن الشهادة هل تزيد في العلم؟ لا تزيد علما، وإنما تأتيك بالغرور. أجازني الشيخ فلان وأجازني الشيخ فلان وأجازني الشيخ فلان وأجازني الشيخ فلان، تظن أنك حصلت على علم. هذا غرور وضاق. واضح الكلام؟ طيب، بسم الله. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: يا أيها النبي
اتق الله. لو كان أحد الناس أرفع جنابا من أن يقال له اتق الله لكان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الحديث الصحيح في البخاري يقول أنا أخشاكم لله، ومع ذلك يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين واتق الله مرة أخرى إن الله كان عليما خبيرا. صح كذا؟ طيب، هذا موجه إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. طيب، وبقية المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، كم مرة ذكر الله فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله في القرآن الكريم؟ 7 مرات. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. 7 مرات يقول الله للمؤمنين اتقوا الله. إذن لا يكون أحد أكبر عن أن يقال له اتق الله. صح ولا خطأ؟ النبي اتق الله وكل المؤمنين اتق الله. انطلاقا من هذه الآية ومن هذا المفهوم، وبكل تواضع وبكل احترام وبكل انكسار وبكل تقدير للجامع الأزهر الشريف ولمشايخ الجامع الأزهر الشريف، نقول للإمام الأكبر أحمد الطيب اتق الله. اتق الله في أولاد المسلمين. نحن جئنا هنا لكي نخدم الدين في بلدنا. لماذا رسبونا؟ عبد الفتاح الشيخ هو الذي رسبني 3 مرات. لماذا؟ يا أحمد الطيب اتق الله، يا أحمد يا طيب اتق الله إن الله كان بما تعملون بصيرا. طيب، مش عايز قلم ولا حاجة. صور كذا كويس. هذه شهادة تقدير. أول شهادة أخذتها في الأزهر الشريف، أخذتها سنة 2005، لأنهم لا يعرفونني ولا أعرفهم، وأعطوني تقدير كام؟ اقرأ تقدير كام؟ قطاع المعاهد الأزهرية منح هذه الشهادة للطالب إبراهيم أحمد مرسول بمنطقة دولة مالي، وذلك تقديرا لتفوقه في المسابقة الكبرى لحفظ القرآن الكريم المستوى الأول. المستوى الأول ظهرت رقم 1 سنة 2005 قبل أن يعرفوني وأنا أعرفهم. صح. طيب، بعد كذا هذه كانت تحت السرير لأنه لا أعتني بها، لا قيمة لها. هذه شهادة إيش؟ اقرأ اقرأ. استحق هذه الشهادة إبراهيم بن أحمد مرسول المولود سنة 1984 في مالي المالكي المذهب، بعد أن نجح في امتحاناتها المنعقدة سنة 1425 هجرية سنة 2005 ميلادية، وحصل على مجموع 436 درجة من المجموع الكلي وقدره 630 درجة. والله تعالى نسأل أن يوفقه لخدمة العلم والدين. تقدير رقم 1 سجل في معهد الدراسة رقم 1. هذا ليس تقديرا. طيب، هذه ترجمتها إلى الفرنسية، هذه ترجمة الأخرى، وهذه سنة كام؟ هذه سنة 1430 هجرية، وهو بالفرنسية، وهذه أيضا بالفرنسية. لعنة الله عليها جميعا. صور وبلغ أحمد الطيب أن يتقي الله في أولاد المسلمين. صور جيدا
وبكل أدب وبكل احترام للأزهر الشريف، لكن نحن لا نخشى إلا الله. أنا مستعد لكل شيء. هذه شهادة زور لا أعترف بها، أحرقها الله في نار جهنم. اللهم طهر الأزهر الشريف من الفساد والمفسدين، اللهم طهر الأزهر الشريف من الفساد والمفسدين، اللهم طهر الأزهر الشريف من الفساد والمفسدين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد. بسم الله، يلا بنا.